دي بجد من اسهل طرق الفراخ برضو، مش هتاخد في ايدك 5 دقايق في تحضيرها، وفي الفرن برضو مش هتاخد اي وقت في التسوية بتاعتها، وبجد رهيبة. شايفين لونها وشكلها وطعمها كمان احلى. يلا بينا نشوف نحضرها ازاي. هنجهز معانا هنا طماطمتين، 2 طماطم صغيرة مقطعينها، وفلفل برضو وبصل وفصين من الثوم. افرم بس مش هفرمهم ناعم قوي، يعني شوية تكون فيها كده قطع صغيرة. بهارات فلفل اسمر، بهارات فراخ، 7 بهارات شوية صغيرين خالص، شوية كمون والملح. وهنا شوية من الزيت كده حوالي ربع كوباية. وهنا ليمونة كاملة. وهنا هنحط معلقة كبيرة من دبس الرمان. وهنا كيس كده صغير من الصلصة. هنقلبهم كويس. احنا كده بنجهز الخلطة اللي هنحطها على الفراخ بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده كده. هنجيب بقى الفراخ طبعا تكون مغسولة كويس، ونحطها في الصينية على طول، وهنقوم نازلين عليها بالتتبيلة اللي احنا عملناها بالشكل ده كده، ونخلطهم ببعض كويس جدا، ونسيبهم لو قدرتي تسيبيهم ساعة او اكتر. ولو ممكن تعمليها ليلة كام، يعني تبيتيها بالليل تعملي التتبيلة دي على بيت مثلا، هتبقى احلى. بس حاولي تسيبيها ساعة او ساعتين قبل ما تولعي دخلها الفرن بالشكل ده. هنا دخلناها الفرن ومبتاخدش اي وقت من السوا خالص. شايفين ما شاء الله بجد تحفة. ولو عندك اي عزومة، اي ضيف جالك فجأة، هتلاقيها مش هتاخد منك وقت، بجد رهيبة وهتعجبك جدا بإذن الله. شايفين ما شاء الله. والتسوية بتاعتها مظبوطة والطعم جميل. ولو عندك حتة فحمة ممكن تحطيها وتغطيها، تبقى تحفة اكنك جايباها من بره بالظبط مشوية. ولو وصلتي هنا ممكن تعملي لنا اي متابعة واللايك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.